ادخل اللونش ده بسرعة علشان ده فرصة مش هتتعوض. انتوا بتسمعوا الكلام ده كل يوم تقريبا 10 و15 مرة، صح؟ النهاردة بقى جاية اقول كلمتين انا عارفة ان هما هيزعلوا مني ناس كتير قوي، بس انا هحاول اقوله باكتر طريقة لطيفة. مش عايزين برضو حد يزعل مننا. طيب مبدئيا كده لازم نكون فاهمين نقطة مهمة جدا. ارخص سعر عمره ما هيكون في افضل فيو، ارخص سعر عمره ما هيكون في احسن شقة. الشركات بتفتح المشروع على مراحل، اقل مرحلة اللي هي بتكون موجودة وقت اللونش. هتشتري باقل سعر في المشروع، بس برضو هتشتري اقل فيو موجود في المشروع. لو انت تقييمك للعقار كسعر بس يبقى تمام، اشتري وقت اللونش واشتري بأقل سعر موجود. انما بقى لو تقييمك للعقار التقييم الصح اللي هو سعر ولوكيشن وشركة وسابقة اعمال وماستر بلان ومكان اليونت بتاعتي على الماب، يبقى انا بقولك ما تشتريش وقت اللونش. استنى لما اللونش يخلص وتبقى المشروع اوبن انفنتوري، يعني الوحدات كلها مفتوحة قدام حضرتك، وقتها اختار صح. بلاش تدخل وسط هوجة الاسعار ويلا بسرعة الحق اللونش، يلا بسرعة الحق الفرصة، يلا بسرعة الحق اخر سعر. هقولك سر صغير، الاسعار ما بتعلاش بالشكل اللي انت متخيله بعد اللونش مباشرة. الاسعار بتعلى بنسب وعلى فترات طويلة. هل بقى معنى كلامي ان مفيش فرص وقت اللونش حقيقية؟ لا، فيه، بس بنسبة كبيرة قوي مع الشركات الكبيرة فقط. كلمة أخيرة، قيم صح واشتري صح. وأخيرا، سلام عليكم.